السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من فوازير السعداني الرمضانية. الحلقة الأولى تكلمنا عن كيفاش تستقبلي رمضان بطريقة روحانية وزوينة. الحلقة الثانية تكلمنا عن كيفاش يعود عندك روتين يسيفي لك ياسر من الوقت للعبادات ويعاونك في توفي مهام اليومية ما تعبتي ولا ضاع وقتك. هذه الحلقة حبيباتي ملحقين ثوابها للمتزوجات الجدد، يعني الفتيات اللي هذا هو رمضانهم الأول في بيت الزوجية. إلى عدتي ما ذلك متزوجة مشي الحلقة باللينك لصاحبتك وقولي لها خرصي باش تستفادي، وإن شاء الله ليه تستفاد. مبروك الزواج، الحمد لله على السلامة. ايوه جربتي العرس شماسي، بكرة تندم يا جميل. إن شاء الله ما قلي تندمي، ومبروك عليك وبالرفاه والمني. أول شي اللي نقوله لك قلت لا لحد غالي عليا وانتم كاملين غاليين عليا ونبغيكم تستفادوا منه. حبيبتي بما أنك هذه أول مرة اللي تحضر رمضان في بيت الزوجية، سواء انت وزوجك وحدكم سواء مع نسابك، ضروري من البداية تمشي الهوينة، يعني ما تشحي حتى ما تجيبي آخرك، قالوا المصريين، يعني بالشور لمشي للنهارات الأخرين، ما تقومي قوم تفرس ياك ما تطيحي طيحة حمار عزك الله. امشي بالشور. ما أنا نعرف وانا نعدل النهار الأول تقومي وتجيبي الطبخات كاملين وتطرحيهم وتجيبي روسيتات كاملين تعرفي تعدليهم، وبعدين لما لا قدر الله بعد أسبوع أسبوعين شهر فترتي والله شي إن قال لك تغيرتي. تخيلي لين قال لك، ما ينقال لك كنتي تعدلي فوق جهدك، ينقال لك تغيرتي تبدلتي انت ما تليتي انت. ما نعدلها، نمشي لا بالشور شوي بشوي، نعدل ذاك اللي في القياس اللي ساترني ولا فوق جهدي. فهمتيني؟ خليك لي ما تقومي يوم تفرس، ما تجيبي آخرك باش ما الناس تمل منك. الناس ملالة بطبعها، وبالتالي ما هو اللي يقولوا جزاها الله خيرا. هذا كان تعرف لين قال تغيرت، كانت تبارك الله عدالة لهم وكانت عدالة للشهوات وماتلت. وبالتالي حبيبتي أول شيء نتكايس شور عليك. وهون تجي الفكرة الحساسة، الفكرة اللي مربط الفرس حبيبتي. تمالك قلنا عنك عروس جديدة، لو تمي دايرة في بالك نصب عينيك عنك عروس جديدة، ما معجلك شيء على التقشف، ما معجلك شيء على ربيط الراس وشين الحالة. فهمي عنك انت كيف ما انت مصدقة الافلام، هو ما اللي روم آمن بهم، يعني متوقع وهو اللي يلا يعود. بما انه هذا رمضانك الاول، عرلي يعود رمضان لا الرومانسية ولا زوين الحالة ولا الريحة الباردة، وذا قاع ولي الله. وبالتالي فرحيه رمضان الاول، الثاني والثالث في الشك ان شاء الله اللي يعودوا جايين الترك. غال الاول فرحيه وقولي له عن ذاك اللي في الافلام كامل حقيقي، ولا تفرطي في راسك ولا تسهي عن نفسك ولا تهملي راسك، لا ما حدك تنصبي لا ما حدك تعدي الهم كامل اثناء انتم متهليه في نفسي وعاطيه راسي قيمه شكلا ومضمونه. وبالتالي حبيبتي نتهلا في راسي حتى يجوا شي من الاسئله حساسه شوي. غالبا الامهات ما يجاوبوا مناتهم فيهم حياء وش يعرفوا عن طفلتهم ان شاء الله قاع ما تلفايتهم، ما هو فضل الجماعه. القبلة أثناء الصيام طبعا تفطر منين تعود متينة. القبلة العادية اللي كي حد يسلم، والله القبل اللي ما هي دافية حتى ما تفطر حبيبتي. وبالتالي قاع انت قاع ما عينك قاع تخسري نهارو، ما عينك قاع تنطري خاسرو وهو صايم، ولا عينك قاع تذنبي منه وهو صايم. فهمي يا حبيبتي أنه هو كأنه متخيل وعنده ياسر من التراكمات وفي باله ياسر من الأفكار وفي باله ياسر من التطبيقات. وبالتالي لا داعية لقدوم خديجة، لا داعية لتخسر نهاره ولا داعية لتحكي نحاسه. وبالتالي أعطيه شوية اتساع، أعطيه شوية اتساع، غير أعطيه اتساع أنيق. انتم دائما لابس لباس نظيف وزوين،
غالبا كاع انت اللي يعود كامل اللي عندك زوين وانيق وجديد بما انك عروس جديده. ثانيا نولي ما نخسر نهارو لا قولا ولا فعلا. والليل طويل، الليل طويل حبيبتي، هو زوجك انت وانت تعرفيه. وبالتالي حبيبتي اتقي الله فيه واتقي كاع الله. ما اتقي الله مثلا احسني جواره ولا تخسري نهارو. احنا نعرفوا عنك زوينه وعروسه جديده وفي الحوضه كامل يا غير بالدلع وبس. راكي تعرفي نقاط ضعفه، تعرفي ذاك اللي يخسر نهارو، تعرفي ذاك ما يخسره. وبالتالي رفقا. هذا بالنسبة للعلاقة الزوجية في رمضان حبيبتي. مسألة أخرى مهمة، ما تهاجري. خلقة تشمل عليات تصوموا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شهر رمضان راهو شهر تعافي العلاقات الزوجية. شهر رمضان راهو شهر الناس تصحح فيه علاقاتها وتصحح فيه ذاك اللي بين الازواج. وبالتالي حبيبتي انا ما قلت لك صومي، ما قال لك حد قاع صومي ولا وفايم الكلام معاه. كل شيء بالعقل وكل شيء بالاتزان حبيبتي. وبالتالي ما نصوموا ما نهاجروا ما نفهم الكلام معاه، بالعكس افصل انت في رمضان وافصل هو في الجماعه وفي الرد من الايامات العاديه. بس حبيبتي مبروك عليك الزواج. وهذه بعض أبجديات العلاقة الزوجية في رمضان للمتزوجين الجدد. ونبيكم نشوفكم إن شاء الله ربنا في الحلقة الجاية. ولا تنسوا حبيباتي تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة ياك يوصلكم كل جديد. الحلقة الجاية إن شاء الله ربنا نتجابر معكم على خير. والنبي